السلام عليكم اعزائي المشاهدين، نتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه الوفيه ديالكم في القناه المتواضعه ديالي. كنرحب بالجميع الجداد والقدام، مرحبا بكم. وكنقول لكم عواشر مبروكه، الله يرزق تدخل لكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم جيتكم بفيديو جديد ان شاء الله، فيديو ديال الشباكيه المغربيه على حقها وطريقها. كما كتشوفوا كتجي رائعه ديال اللوز، كتجي شهوه منها وكتذوب في الفم يا البنات. الدريات كيقولوا لي ما كتصدقش لينا الشباكيه باللوز، كتجينا قاصحه. البنات جربوا غير هاد الشباكيه وتبعوا الطريقه وغتجيكم رائعه، تولي هي المفضله عندكم كل عام ان شاء الله. ديروها وقت ما عجبتكم هي اللي ديروها، ماشي كل عام. الشباكيه راه وقت ما احتاجنا كنديروها. كتجي زوينه يا البنات، كتجي رائعه. خليكم مع الفيديو، يلا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. هنا عندي النافع حبه الحلاوه، انا طحناهم عند العطار بجوجهم. قد كندير العبار ديال النافع وندير العبار ديال حبه الحلاوه قد كنطحنهم في دقه واحده، كنطحنهم مع بعضياتهم. هنا غنديروا 2 معالق البنات ديال حبه الحلاوه والنافع، غنديروا 2 معالق. هنا ندير معلقه ديال القرفه. هنا عندي مسكر حره. هنا عندي الكوزه. هنا عندي طريقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز. هنا عندي طعم ديال الزعفران. عندي الشاشيه الخماره. هنا عندي كاس ديال الزهر اللي مرقات فيه الزعفران الحر. هنا عندي كاس ديال الزبده البنات. الزبده خصكم تذوبوها وتطيطر من هذاك الماء ديالها، ما يبقاش فيها، تعطيكم هذا اللون هذا على هذا الشكل هذا. هنا عندي كاس ديال الزيت البلديه. هنا عندي كاس النافع، كاس ديال الشجلان عفوا، وكاس ديال اللوز مطحونين مزيان على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا يكونوا مليلين مطحونين مزيان. هنا عندي 3 المعالق ديال الخل، غندير 3 المعالق ديال الخل، معلقه ديال الطعام اللي كناكلوا بها. هنا الزهر اللي كنستعمل البنات. هنا غندير غير كاس ديال الزهر هذا اللي رقدت فيه، كما كتشوفوا رقدت فيه سميتو. وطريقه ديال الملحه، ضروري شويه الملحه. هنا عندي كيلو ديال الدقيق بالعبار معبور. كيلو ديال الدقيق يكون البنات ماشي ممتاز، يكون ديال الخبز باش ما تجيكمش العجينه قاصحه. هنا هاد الشباكيه البنات راه ما فيها لا بيض لا والو، كتجي غزاله، كتجي تذوب في الفم البنات. غير جربوها كتجي رائعه. صافي هنا غادي نخلطوا المقادير، نديروا النواشف. بسم الله. قرفه، النافع وحبه الحلاوه، 2 معالق كما قلنا. صافي البنات هنا غنخدموا هادشي مزيان، هاد النواشف مزيان 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 مزيان، نيلوهم مزيان وكنرجعوا نخرجوهم عاوتاني من الغربال. كنعاودوا نغربلوهم البنات اللي كندخلوا هاد المكونات كلهم في هاد الدقيق، كنرجعوا نخرجوهم من الغربال. ها اللي فاش غنزيدوا عليهم السوائل، الزيت ولا هذا كتمشي ليا الزهر. هنا ملي خلطنا النواشف هنا كندوزوهم هكا في الغربال، نغربلوهم مزيان. الطريقه البنات غير ديروها جربوها، كتجي زوينه 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 بزاف. صافي هنا هذا النواشف هكا نحكوهم هكا. تلقات شي حاجه ما مطحوناش في دوك النواشف كتبقى لينا هكا في الغربال. هكا البنات شوفوها، حيد كاع داكشي اللي
شرق لينا الشباكيه كنحيدوه صافي وكنرجعو نخلطو بحال هكا. صافي عندنا قادينها هكا النواشف، غادي نمشيو نجيبو كاسرونه ناخذ فيها داك الكاس ديال نزيدو هاد الكاس ديال الزبده، الكاس تاع الزيت مع الكاس ديال الزهر اللي رقدنا فيه راه ذكرتو معكم. هنا غنديرو 3 المعالق ديال الخل، هنا البنات طاحت ليا هذوك الكاسرونات من الفوق مكنتش مقاداهم، قلنا هنا 3 المعالق ديال الخل، صافي البنات هنايا كنديروا رشيشه ديال الملحه صافي، وكندفيهم غير ندفيهم ما نسخنهمش بزاف، كندفوهم هكا فوق النار غير واحد شويه صافي، وكنعجنوا الشباكيه ديالنا ونخلوها ترتاح واحد 10 دقائق ولا 20 دقيقه صافي. كنبقاو نخدموا عادي. يتسخن غير واحد شوي صافي البنات. انا ملي دفا ليا هاد السوائل كنخويهم هكا، بسم الله كنبدا نخدم. هنا البنات عندي الزهر، الا خصني الزهر غادي نزيد الزهر، ما يكون ميزانكم، ما كاين داير اللي كيشرب كاين داير اللي لا، هي خصها تبقى شويه قاصحه ما نجروهاش. صافي هنا غنزيد شويه ديال الزهر، هي واحد شويه هكا، جوج معالق. شوفوا حنا ميزانه، هي هاد القرعه كلها تاع الزهر راه كتهز علينا، شتي هاد القرعه كلها. نزيدو شويه ونعجنو، ما نكبوهاش دقه واحده باش ما نجريش لكم العجين. كما كتشوفوا هي كلها دخلت هاد القرعه ديال الزهر، كلها دخلتها في هاد العجين. الا كتبي شويه دليك هاد العجين ديال الشباكيه كتبي دليك. صافي هنا غنجيب بلاصيكه صافي. هنا عندي لا بلاصيكه نخلوها البنات ترتاح واحد 20 دقيقه وندوزو نخدموها معكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. بعد ما ارتاحت معنا العجينه كنقطعوها على 5. بسم الله.
صافي هنا نرجعو للبلاصيكه باش ما تنشفش لينا ديما العجينه تكون نرجعوها للبلاصيكه باش ما تنشفش. صافي هنا نطلقوها بالمدلك. البنات انا الشباكيه ديالي كنخدمها غير بالمدلك، ما كندير لا وراقه لا والو، كتجي ممتازه. هي الماكينه كتسهل علينا، ولكن انا ما عنديش العوين. اللي عنده العوين يخدم بالماكينه. صافي كنديرو لها على هذا الشكل هذا، ولا بحال هكا بهذا الشكل هذا. صافي بلاصتيكه حتى الريحه ديالنا طالعه منها رائعه. كتجي على هذا الشكل هذا. علاش كنسميوها تنكملو القطعات كاملين اللي عندنا، نخليهم يرتاحوا واحد شويه عليها فاش نعاودو ثاني نطلقوهم ونبداو نخدمو. نطلقها كلها. بعد ما ارتاحت معايا العجينه كما تشوفوا غنقطعوها هكا قطع طريفات صغيره هكا. ونبداو نخدمو. انا عندي هاد الجراره هذه البنات كما كتشوفوا راه موجوده في المحلات، كتشوفوا زوينه ساهله كتعاون شويه بعدا. صافي هنا نطلق بالمدلك. شويه دقيق باش ساهله باش ما تلصقش لينا العجينه على سطح الاناء. رققوا العجينه مزيان. كتشوفوا كتولي رقيقه على هذا الشكل هذا. كتبان لكم مقربه لكم الكاميرا مزيان باش تشوفوا مزيان. دابا كنمشيو نحطو هادي هكا وكنوركو نمشيو معاها بحال هكا كما كتشوفوا. صافي كنقطعو بشويه هكا. نحيدو هاد الزوائد اللي هنايا. صافي نجيبو واحده اخرى. كنمشيو هكا. صافي نحيدو هاد الزوائد كما كتشوفوا. العجينه الشاطط ليكم كترجعوها تحطوها في الميكا باش ما تنشفش. صافي كنقطعوها هكا
نقسموا العجينه كما كتشوفوا شي بحال هكا. صافي هنا كنبداو نحلوها بحال هكا، نحلوها على بعضياتها. صافي كنجيو بحال هكا الشباك، كنحطو هاد الاولى هكا ونقلبو، نحطو الثانيه هكا وكنشدو نقبتو هكا. صافي كندور كنحلها على هاد الشكل هذا. صافي كنقبطها من الجناب كتجي على هاد الشكل هذا. نعاود معكم واحده اخرى، كنحلو بحال هكا. صافي وكنقلبوها كما كتشوفوا، نحطو هذا هنا هكا، كنوركو هكا في الجناب، كنقلبو، كنحطو هذا هكا، وكنجيبو هذا الراس مع هذا الراس وكنلاقوهم بحال هذا الشكل هكا. نزيرو مزيان باش ما تحلش، ونقلبوها ونحلوها عادي هكا. صافي كنقرصوها من الجنيبات بهذا الشكل هذا. نعاود معكم واحده اخرى، نديو خط قطعات هكا، كنشدوه هكا وكنمشيو نحلو، نكملو الحلين بحال هكا. صافي كنجي نقلب هكا، كنورك على هاد الجنيبات هادو. صافي ونقلبها هكا ونحل. صافي وكنديرها بحال هكا. ساهله البنات، ساهله ماشي بحال الاخرى. كان البنات المبتدئات تجيهم ساهله، هادي ساهله بزاف. ضروري تحلو هكا، صعب تحل باش تبان لكم الخدمه. صافي كنقلب، كنشد هذا الراس مع هذا الراس، كنزيرو هذا ضروري. صافي وكنقلب بحال هكا. صافي الشباكيه ديالنا بهذا الشكل هذا. صافي ملي غنسالي الكميه اللي عندي ارجعوا معكم ونوريكم طريقه القلي كيفاش دايره ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. هنا راه ساليت الكميه ديال الشباكيه اللي عندي، شوفوا هذا بديت كنقلي. كنبدا البنات بالطاوله الاولى اللي صايبت في الاول، هي اللي كنخدم بها. هنا بديت كنقلي، راه رميت الرميه الاولى كما كتشوفوا. انا عندي المقله كبيره، نتوما الا كانت عندكم بحال هاد المقله راه هاد غيان كتقليو الكيلو كديروا فيه غير 3 المرات. صافي ها نتوما ساليتو. هنا عندي العسل، شوفوا العسل هذا العسل غير شارياه، عجبني هاد مول الحانوت وانا ناخذو بهذا الشكل هذا ديال القرع كما كتشوفوا. الشكل هذا راه زوين البنات، واخا غالي شويه زوين كتشوفوا، ثقيل البنات هانتو. صافي هنا ملي غادي نحمر ليا الشباكيه ديالي، غندوز نغطسها في العسل. كما كتشوفوا بدات كتحمر معايا، نديرها هكا كنقلبها. كتبان لكم برا بيضه، قلبوها في الجهه الاخرى باش تحمر مزيان، والبوطه تكون ما مجهداش، تكون النار ديالها معتدله، تكون ما هي مجهده بزاف منقصه بزاف. صافي هنا كنشوفوا تحمرت معنا، كنبداو نحيدوها تجي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. نطفيو العسل، ندخلو
نخلوها في العسل. نشرب العسل البنات مزيان مزيان باش تجيني معلكه. شربة العسل كتجي مجعبه، وشربة العسل يا سلام كتجي البنات عور. سلتنا باقي ثقيل، غادي يسخن غادي يطرخا. متخافوش راه ما تتهرس ما والو، ما طرا ليها حتى حاجه، ما تحركوهاش، خلوها تشرب العسل. بحال هكا نهزو العسل وكنحطوه فوق منها. دابا نمشيو نعمرو المقله ونخلوها تشرب العسل على خاطرها. عندنا عند بزاف العسل كما كتشوفوا. درتها هنا تسقطر. هنا ندير لها اللوز كيفيلي اللي حمرته بهذا الشكل هذا. كتجي البنات زوينه زوينه الحلوه هذه، كتجي تذوب في الفم. صافي نكمل الكميه ان شاء الله اللي عندي ونرجع معكم الطبق النهائي ان شاء الله.